فما تقول؟ أقول لك أنني أبلطج عليك الآن، وأنت الآن عبد لي، ومن حقي أن أنا أقبلك من بوعك. لا لا لا، أنا لست امرأة، وهذا كل ما أملك. أرجوك صدقني. سيع يد عليا يا ياد، سيع على. بص أنا هاخد بعضي وأجيب كفار قريش هم اللي يتصرفوا معاك، وطبعا دول أنت عارفهم، لو لاحظ فيهم بات من غير عشاء هيجيب مراته ويحللها وياكل هو وأولاده هم يا جمل، هتفهم؟ لا لا لا، إلا كفار قريش، إلا كفار قريش، إنهم أشرار. ما أنت كمان أشر من الشريرين يا. لا لا، أنا لست شريرا، ما هي إلا سمعة. أنا رجل صالح صالح. حشد الزبيبه لحسن. بص ده عينيا مش عارف اشوف من الزبيبه، والتقوى الله اكبر عليك. هما كلمتين ورد غطاهم هقولهم لك في ودنك، ممكن تقترب؟ أريد. تعال تعال. انتظر لحظة، لحظة واحدة. أبويا! لا تسلمني إلى آل قريش، إنهم أشرار. ارحمني أرجوك. تعال هنا، تعال تعال أرجوك تعال. أنقذني مما أنا فيه. أنا هسيبك بس هعد لحد واحد، لو لقيتك قدامي هموتك. حاضر. واديني الخاتم ده على اساس ان انا اقول لهم ان انا قتلتك. اتفقنا؟ تفضل. هات الخاتم. تفضل تفضل. يلا خد الحبل ده. تفضل. 1 2 3 اجري جري. تفضل. يلا تفضل. يلا. تفضل. انت لسه هنا؟ أجري، أنا أجري، سأذهب ولن أعود إلى مرض أخرى. المية تروي العطشان وطفي نار القربان. ما أجمل الفحش والفضل. انظري إلى هند كم هي سعيدة. يا لها من حظ وافر. إني أحقد عليها. وأنا أيضا. يا له من رجل شجاع. انظري إليه وإلى جماله. الصدر فهد، والقلب قلب أسد، والفخذ فخذ جمل. لا تنظروا إليه إنه رجل. ايه يا عمو؟ الله، كانت فين القبيله دي كلها لما حدفتونا عند الاشرم هناك؟ كركبش في ده يعني. ايه فاكريني عروس النيل انا؟ كانوا في المضارب. وما هي المضارب؟ أماكن لممارسة المجون. يا عم مجون ايه بقى وكلام فاضي؟ ده انت اللي هتجيب لي مجون. مش كان اتفقنا ان انا اروح هناك واموت الاشرم ده، وادي الخاتم بتاعه اهو دليل ان انا قتلته. مرحى بتاع الاشرم ده لما ثبته. اللعنة عليك أيها اللمبي، تبا لك، ليتني أجد من يخلصني منك. ثق بأنك وجدت من يخلصك من ذلك اللمبي.
اعمل ايه؟ الراجل ده قاعد في اول الخيمه ده بيسوق الخيمه ولا ايه؟ ايه؟ المطوه فين؟ المطوه تخيل امي اهي المطوه ايه؟ يا لندي بالرجال في قبيله مستنياك عشان عليك رحمه. يا خيمه ما جابتش الراجل والتخيل فيها في الراجل نفسه بالكشك اللي قاعد ده. تعالى يا عم الحاج. طلع الرجل. اوعى يا عم الحاج. من أنت يا رجل؟ ومن أي قبيلة أتيت؟ انت منين يا؟ انت من كفار الرحاب ولا ميدان شعينة؟ اصحى يا. كيف تجرؤ أيها الرجل أن تفعل ما فعلته بالأشرم؟ عشان افرجك ان الاشرم في الاشرم منه، وانا جاي النهارده بص انا هشرم امك النهارده. لن تنجو بفعلتك هذه أبدا. يا بطل صياعه يا بقى يا بطل صياعه، تعمل لي فيها بلطجي وقطع طريق وهوب فوق وتحت والحركات دي. جالك اللمبي اللي لا ينزل له جار ولا تطفي له نار، وامك في العش ولا طار يا. أنت مجنون؟ أنا لا أعرف. ألعق بك يا جارية الجميلة. يا حسرة على سيدي الذي خسر كل شيء. خسر هند وخسر الكنز وخسر مهابته بين الناس وفضيحتان. صهن يا امرأة صهن. اللات والعزى لن أترك ثأري أبدا. تظنين أنني أترك ثأري؟ كليبة أنا كليبة أنا بيني وبين هذا اللمبي. ثأرا لا يمحوه إلا الدم. لقد أخذ مني هند هشاشة القلب وسيعرف سر الكنز. منذ أن نزل المدينة وهو يدبر في شيء لا أعرفه، ولكن الآن أبصرته. يا لك من داهية يا كليبة، ويا لي من خبيث ماكر. خبيث ماكر، ماء من تحت رمل، لكن يجب أن نقتل اللمبي. لا، لن أقتله قبل أن أعذبه. أجل، نقتلع أظافره، أقلع عينيه من مخرتيهما، نسكب زيتا مغليا في أذنيه. لكن كيف نفعل كل ذلك دون أن يتصدى لنا من يعتبرونه بطلاً بين سادة قريش؟ لا عليك بسادة قريش، فأنا كبيرهم، وسأقنعهم بأن هريزة لن يقضي لهم ديونهم، وسينفق ببذخ على عرس بنت أخيه من الكنز الذي يعرف سره. ويحك يا لمبي، فزت بالكنز وبعرس هند الليلة. لا عليك، لا عليك يا زيدون. يجب أن نحضر هذا العرس ونفرح لفرحهم. ما يهمك يهمني، فأنت حبيبي وعشيقي.
على دماغي من فوق ابو منى. عقبال يا رب كده فرح منى تفرح بيها. مبروك يا ليل. عمال بص ده بص حجل هيتحل تحت رجليه. ابو منى على دماغ ابو منى اللي انت بتعمله ده. انا مش انا شايف وبصاص يعني. نفرح ان شاء الله كده يا رب كده بفرح منا، وساعتها هتتفرج على الدبايح. ايه يا رجاله منورين. مرحبا. الله يخليك الله يخليك. يا حاجه هريسه. ايه اللي ما شفنا نقطه نازله ولا اي حاجه. ايه الفرح الناشف ده؟ إني أحقد عليك لكنني أهنئك وأتمنى لك عيشا رغدا سعيدا مع عروسك وأن تموت قبل أن تهنأ بها. أنني أريد أن أقتلك، نعم أريد أن أقتلك، لكن عيني هند تمنعني، عيناها تمنعني. لم نفسك يا عم زيتون. انا مش هطول معاك عشان انت شكلك سكران، انما انا ممكن اقوم اعلم عليكم بمنتهى البساطه وكده يبقى مات الكلام. انما انا بكره الصبح هتفاهم معاك اما تفوق. ودلوقتي هتقولوا حته جبنه قديمه عشان خاطر يفوق او يرجع على جنب الحيطه. والآن مع نزال السيوف احتفالا بعرس اللمبي. يا عم هريسه ما كنت تخلص الناس دي. ده شبطانين في بعض خالص. هو عادي كده الموت ده ولا ايه ولا السيوف دي؟ اتعرف في كبده مزق مزق. قتله. يا نهار اسود يا نهار اسود. وانتوا عادي كده عندكم كده بتموتوا بعض كده في الافراح بتاعتكم؟ هذه هي زيجاتنا وأفراحنا يا لمبي، ويجب أن يكون هناك قتل. قتلة؟ نعم قتلة. هذه هي تقاليد العرس. صديقتي زليخة بنت المشعر. مين؟ زليخة بنت المشعر. زليخة بنت المشعر؟ نعم. اقطعي علاقتك بيها بالاسم ده. اقطعي علاقتك بيها. مالها زليخة؟ قتل في زيجتها 50 عبدا و20 امرأة ونعجتان. نعجتان و50 عبد ونسوان. طبعا اكيد بقى الناس دي جايه بقى ترد الواجب بقى. اللي مات له 50 جاي بقى عايز يوجب في 20 ناقصين عنده فجاي يدبح في الخلق هنا. احنا بنعملها عندنا بفلوس الحكايه دي ننقط، انما انتوا هنا بتغزوا. انت عارف على الشكل ده على التحيه اللي انتوا بتعملوها مع بعض والواجبات دي يدوب فرحين. هم فرحين ومش هتلاقي حد في القبيله خالص. قريش مش هيبقى فيها غير جمال وبس، تبقى قبيله الجمال. بخن بخن مباركا يا لمبي. مبارك 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 يا لمبي. خلاص يا جدعان. ابو ايه انتوا فلول ولا ايه؟ مبارك يا لمبي. متشكرين يا عم ابو لهب. يا قوم يا قوم، بكل افتخار سيدخل ابن اللمبي على ابنته هند الآن. الآن فين يا عم انت؟ انا هعمل الحكايه دي قدامهم ازاي؟ هو ايه ده الجمل بيلاقوا له ذروه عشان يخش فيها؟ انت عايز تعمل الحكايه دي هنا؟ هيا يا لمبي إلى خيمتنا. هيا الى خيمتنا. هو يا عم الحاج انا لسه مساء الخير. عاملة ايه؟ بخير. لا
انت عارف ان انا مش مصدق انه اخيرا جت اللحظه اللي هيبقى فيها احنا الاثنين مع بعضنا البعض، ها؟ وابقى عريس، اللي يبقى عريس. أجل وأنا أيضا لا أصدق أنني عروس. للأسف هند عروس. انت سهل ان انت تبقى عروسه، انما انا صعب عليا ان انا ابقى عريس. انا تعبت قوي انه ده في حياتي. طول عمري كنت بتعزم في الافراح بس، اوجب وامشي كنت اخش كده ابص على العريس والعروشه وهم قاعدين في قلب الكوسه واحد عليهم، كنت اقول انت انا هتزوج انا كمان واقعد في قلب الكوسه زيهم. بس يعني جيت اللحظه وبقينا مع بعضنا البعض. يعني ايه بقى؟ انت ايه بقى؟ كلميني انت بقى عن كده جوه النفسيه يعني. خير في سلامة وسلامة في خير. سلامة ليه؟ انا بقول لك انت جوه يعني خرج اللي جوه في الحته دي يعني من عندك يعني بعدعي، يعني انت بعدعي ماذا تريدين ان تبعدعي؟ أجل إحساس الآن وأمس. أجل هو إحساس الآن وأمس. يا لمبي. أيوه هو ده الشغل. لقد كنت فتاة بلا قلب، بلا مشاعر، بلا حنين، وأتيت أنت أنرت القلب وأيقظت المشاعر وأشعلت الحنين. يا لمبي. يا ما انا قلبت أمسية دينية كده ليه؟ يا ست ده انا لو هنتحن عربي مش هسمع الكلام اللغة العربية ده كله. أنا أريد إن أنا أتزوجك، ألعب معاكي عريس وعروسة. فهمتك. أيوه. ولكن هناك شروط. أنا فاهمة دي. كله بيحب أوي ده النور والمشاعل دي، النور مطفي. النور؟ أتقصد المشعل أليس كذلك؟ نعم. أتقصد المشعل؟ المشعل، أقصد المشعل، وبعد مشعل في الطوابق، وبعد كده صفت اللبن. خلاص اللي جابوا أمي بقى. خير في سلامة وسلامة في خير. الله ينعل أبو سلامة ده أبو خيرت. يا ست إحنا عايزين أنا وأنت نظبط بعضنا البعض. لا اله الا الله، استغفر الله العظيم يا رب. تمام انت اللي ملحس الليله. انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ أبكي لأن لو كانت أمي معي في هذا اليوم. امك كمان معانا في الليله اللي زي دي؟ لماذا؟ كانت ستبيت معنا. تبيض معنا؟ ما هي مش ناقصه الا البيض. تبيض يعني ايه تبيض معنا؟ ستبيت معنا في هذه الليلة. ايوه. وتشاهد ما نفعله. وكيف نصنع طفلنا. ايوه. وفي الصباح تحكي للقبيلة كل شيء. تحكي للقبيلة كل شيء؟ نعم. على اساس ان هي بتنقل نهائي كاس العالم. وأمها. عيطي. وأمها. ايوه عيطي كده ويسمعوا ان في راجل جوه. اي حاجه نداري بيها عارنا اللي احنا فيه. يا بت اهدي يا بت، اهدي. انا هقول لك على حاجه. بصي يا بت، يجب ان انت تهبي عليا وانا اهب عليكي. فلما احنا الاثنين نهب على بعض هتلاقي اهباب حصل، فتبقى انتم مهباب وانا ابو هباب. خير في سلام. نعمتني ام سلامه كده. امشي بقى. وعي ده ليله عرف. انا هاخد الراجل ده واقعد معاه. ماشي؟ هو ده اللي هقضي الليله معاه. يا حبيبي. والآن أغمض عينيك يا لمبي. اهو. تعال. انا حاسس ان انت محضر لي مفاجاه بقى وهتروح كشف لي على الكنز. والآن ايوه. افتح عينيك. أقدم لك هريسة صنم. قصدك هريسه مول.
وما هو المول يا لمبي؟ المولد اللي هو فيه عدة بضائع متفرقة. بلا أقدم لك هريسة صنم، أكبر متجر للأصنام في الحجاز كله، أصنام كبيرة للمعابد. هيا. وهذه الأصنام المتوسطة للمنازل. أما هذه الأصنام الصغيرة، ايوه دي بقى اكيد دي للميداليه بتاعت المفاتيح بتاعت العربيات. وما هي العربيات؟ هي عباره عن حمير حديديه في البلد عندنا. أجل. هذه الأصنام الصغيرة بالعجوة. ايوه إن أردت أن تعبدها فاعبدها، ايوه. وإن جعت فأكلها. طب ما تعبدوا بسكويت بالعجوه احسن لكم. وما هو البسكويت بالعجوة؟ هو عباره عن بسكويت بالعجوه ناكله أجل. شطائر من الحجارة بينهم طوب لبني يأكله الأطفال. وما الضحيك في ذلك؟ يضحكني كلامك. عشان كده ضحكت. أجل. أيوة. وعندنا أيضا أصنام بالطين، ايوه. وأصنام بالعاج، أيوة. وأصنام بالزرنيخ. مفيش عندك واحد برباط من ودنه؟ وما الضحيك في هذا؟ الضحك في هذا لان دي اصنام كده لا تنفع ولا تضر. يا لمبي، يبدو أنك غير مسرور. بالطبع يا عمو. توقعت ذلك. امال ايه يا عمو الم تكن لي في البارحه ان كل هذه البلد غرقانه في ذنوب وانت عايز تغير منهم. وقد فعلت ما أمرت. فعلت ما حمرت ايه؟ ما هو ما انت عملت تمثيل تانية معموله من الناس بتعبد العجه تاني. يا لمبي، وما أدراك أن تلك الأصنام ليست بالآلهة. لا يا عم ده ايه؟ ده كبر فيه نقده كده وروح مفتفته كده وروح رميه في اي بلاعه رد. وما هي البلاعة؟ هي عباره عن مجاري متدفقه من نهر النيل. أجل، فهمت. مزراب من الحجارة مملوء بالطين اللبني. ايوه. يا لمبي، ايوه. إذا كانت تلك الآلهة حقيقية فها نحن نعبدها، أما إن كانت غير حقيقية فها نحن نبيعها. يا ويحكم، دائما لكل زمان ومكان فلسفة وفلاسفة تحللون فيه ما تحرمونه وتحرمون فيه ما تحللونه. دائما السياسة والاقتصاد شهوة لكل مختال فخور، وتستخدمون الدين الستارة كي تداروا بها على افعالكم الدنيئة. يا ويحي لماذا لي انا؟ يا ويحكم انتم. يا لمبي يا ولدي، أنا لست أول من يعبدها، فأبي كان يعبدها، وجدي كان يعبدها، وجد جدي كان يعبدها. يا عم انا مالي ومال الكلام ده يا عمو، انت هتخليني اروح اضربهم. ويحك، إنني أحذرك من غضب الآلهة. يا عم غضب ايه؟ احذر. ألم أحذرك. يا عم تحذر ايه يا عم؟ ده انا بلعب معاك، ده عامل زي الفيلم بتاع فخر الاسلام بتاع حمز. انت ما تعرفش. انا مش هاجي غير على الكبير الاهبل اللي فيهم ده. اهو يا عم. احذر يا لمبي، احذر يا رب الناس، احذر. إنني أتبرأ منه. يا قوم تعالوا وانظروا. أرأيتم إنه يسخر منا ومن آلهتنا. لا، بل إنه يسخر ويعذب آلهتنا. انظروا يا قوم، إنه يعذب آلهتنا. فلتنزل عليك لعنته بل الأعظم. برافو، حلو قوي. هي فين الكاميرات دي؟ فين؟ وما هي الكاميرا؟ عبارة عن آلة بلاستيكية تصور هذه المهزلة الدنيئة. ايه يا جدعان؟ في ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لما عملوا كده يعني؟ لا، إنه يسب آلهتنا وأمهاتنا وآباءنا. عليك لعنتين، لعنة اللات ولعنة العزى. في ايه يا عم؟ مالكوا عيال كفار المناديع؟ إنه يسبنا بالكفار. عليكم بهذا اللمبي. لا،
عليكم بهريسة فهو من أتى به إلى هنا. اقتلوه. وانا اضم صوتي الى صوتك. أتحرضهم على قتلي يا لمبي؟ عايز اعرف الكنز بقى فين ونخلص بقى. اقتل. تسلم ايدك. عمو الشاهد طيب. الشاهد اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. الشاهد اشهد الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. جدي أما أنت فلترحل غدا. لا، فلترحل اليوم. لا، فلترحل الآن. ده انت حنفي مفيش كلمه خالص يعني. حصل هيا بنا يا رجال. خليك انت كده كياده كده واقعدي افركي بنفسك. مستكيفه انت كده قوي بالكذب بتاع الناس اللي هو انت وقعت فيه رجاله بعض. ماشي بقول لك نسيتوا الكلب بتاعكم. الكلب يا كابتن. يلا مبسوط يا عمو؟ يا قوم! هريسة ابن أبي المهروس ينفس أنفاسه الأخيرة. فليذهب إلى الجحيم. لقد ظل يقترض منا الدراهم والدنانير حتى أفلسنا جميعا. ما هذا الحديث يا قوم؟ أتريدون أن نترك هريسة هذا يموت بسهولة دون أن نعلم مكان الكنز؟ إذن فلنذهب جميعا برابطة السيد هضبة وننقض عليه ونكتم على أنفاسه حتى يبوح لنا بمكان الكنز. ما هذا الهراء يا أبلة؟ ننقض عليه ونكتم أنفاسه؟ ما هذا؟ يقول لك أنه يموت يا بغل. سحقا لهذا الهراء. وماذا سنفعل إذن يا سيد هضبة؟ لقد أفزعتني. عندي الحل. وما هو؟ إني أثق أن هريسة هذا عندما يريد أن يبوح بالسر سيبوح به لابنه اللمبي. اللمبي؟ نعم. حديثك خبز يا سيدي. ونعم الرأي. إذن هو ذاك. مرحى. إذن سنراقبه ونحاوره ونداوره حتى نعلم منه مكان الكنز، وعندئذ آخذه لنفسي. أقصد نقتسمه جميعا. إذن هو ذاك. الآن لم يبقى لنا إلا أن نعرف مكان الكنز. وخدمتك كليبة هل ستنساها؟ لا، بل سأتزوجك. وكلام رجال قريش عني؟ كلام قريش لا يقدم ولا يؤخر، ثم أنا كبيرهم ومن حقي أن أخطئ وأعربد وأفعل ما يحلو لي. يا قوم، يا معشر قريش، هيا بنا إلى بيت بني هريسة. هيا يا رجال، هيا إلى بيت بني هريسة. هيا. لن أتركك قبل أن أعرف مكانك. ايه يا عم؟ ماذا حدث؟ لقد غزوه في السوق الصبح. غزوه؟ لا أفهمك. غزوه يعني حطوا له السكينه في الكلاوي. لا أما قول لي بقى الكنز فين بقى وانت في المفرق الاخير؟ حقا أين الكنز؟ لقد قلت أنك ستعترف في النزع الأخير وأنت الآن تموت. أين الكنز؟ ايوه كده حسسني ان انت مراتي وخايفه على فلوس عيالنا. يا معشر قريش، هيا بنا إلى بيت بني هريسة. هيا إلى بيت بني هريسة. هيا. لن
سأتركك لن أعرف مكانك. انت بقى أريد عايز ايه؟ ميه؟ هات كوبايه ميه. سأحضر القربة. الكربه انت هتسقي جمل بقول الكوبايه. وما هي الكوباية؟ يا عم انت فيك حيل تقعد لسه هتعرف معلومات، ده انت مسافر دلوقتي يعني هتقول لي كوبايه؟ يلا خلصني والنبي قول لي فين الكل. أريد ايه تاني؟ من 12 الظهر لحد العشاء واحنا قاعدين قاعده السوداء دي. أريد ايوه أريد شربة خمر معتق. شربة الخمر المعتق؟ انت مصر ان انت تموت كافر برضو؟ ايه يا عمو؟ قول لي الكنز فين بقى خليني اخلص ده. ايه؟ ايه يا عم الديناصور بيخلص ولا ايه؟ طب قول لي زي ما انت بيسحبوا روحك ولا بيطعنوك ولا ايه؟ عمو 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 ماذا؟ مش يا بنت العلامة خلاص الكل. العلامة سكن الندى. المفتاح! ما هذا المفتاح؟ مفتاح الكنز يا هنودة. الكنز؟ إذا هيا بنا. هيا بنا هيا يلا هنودة هيا. السيد زيتون هل فارق هريسة الحياة حقا؟ ده مكاننا وفاشا، إنه يفرفر بالداخل يا سيدي. إذن فقد قال لك عن مكان الكنز. أجل إنه قال لي على مكان الكنز. إذا أين هو مكان الكنز؟ هذا هو السؤال المنشود. ما هو سؤال حلقة اليوم؟ أين هو مكان الكنز؟ لقد فاز هذا الكلب. إن عمي هريسة يفرفر بجانبه الكنز. هيا إلى الداخل. أسرع! لقد اعترف بحقكم وكان أن لكم ذهب وألماس وياقوت خش جوه. يلا ناقفين ليه بقى دلوقتي؟ ديانا اجري يا بنت اجري بقى. يا إلهي يا إلهي، لقد هربوا بالسر وضاع الكنز. تبا ماذا أفعل الآن؟ ماذا أفعل؟ ابحثوا عنه في كل مكان، لا تتركوا شبرا في المدينة حتى تعثروا عليه. اخرقوا، دمروا، خربوا، لا تتركوا امرأة على قيد الحياة. شردوا الأطفال، وإن وجدتموه اقتلوه. هل أعجبتك؟ زيدون، أنت دائما تعجبني، لكن يجب أن نجد الليمبي حتى نجد الكنز. أنت انظر إلي، هل رأيت رجلا مسرعا مر من هنا ومعه فتاة شابة؟ ماذا تريدون مني؟ نبحث عن الليمبي. هل تعرف الليمبي؟ الليمبي اسم عجيب. وماذا تريدون منه؟ نريد أن نقتله. إنه قول سديد. ما رأي زوجة الحمقاء؟ أجل سيسلخ جلده.
إذا اذهبوا إلى أبي ذئب، إنه أكثركم وثاقة. إنه رجل أبله وهكذا زوجته. هيا بنا نبحث. هيا يا رجال. شفتني؟ تعرف ما يعجبني فيك؟ إيه. دهائك. أعطيني قبلة في الحنك. لمبي، نحن في المتواضع. اجري حلمي. ماذا نفعل الآن يا لمبي؟ أقول لك على حاجة؟ الصنم ده هو اللي جاب لنا النحس والعرق. لا يوجد مكان آخر. أنا تخبي. أنا أشك في هذا الباب، ولكن كيف نخش إليه؟ نخش جواي. المفتاح يا لمبي. المفتاح؟ أي مفتاح؟ المفتاح ده هو. لا تزعلي مني يا هند. ماذا نفعل الآن؟ اتركوا يا زيتون. هيا يا رجال. قوتي. ما هذا الباب؟ انت نمتي؟ هنودة اعطيني قبلة. لمبي، نحن في ورطة. بنتي ورطة ايه وربطة ايه؟ احنا اعطيني قبلة. ده ايه العفريت ده ولا ايه؟ سيد زيتون. يا هريسة، خادمك المطيع. خدام عنده. أعطني الصوت. ملقون في الزيت والفلفل الحار. جثوث، شفت جثوث. سأظل أضرب. ما خطبك؟ لم أضربك بعد، لماذا تصرخ؟ ما انا كده هتضرب فتحسهم يا سيد زيتون. سأجعلكم عبرة لباقي العبيد. لمبي، أغثني يا لمبي. اغثني من بيت يا ست. ما انا لازق جنبك اهو في قلب الشجره. وبعدين بقى يا جماعه حد كلم لنا مأمور اسمه قريش ولا حاجه. أتريد الماء يا لمبي؟ ابو الواجب. انا ابو امك. طب اسال هذا الفتاه. اسال يلا. سهم يا لمبي. ايوه انا اسال يا عم انت عمال تزفق بالنخله وسايبنا احنا ليه طيب كده؟ الله. أغثني يا لمبي. اغثك؟ انت اللي كنت ممكن تغثينا. ايه يعني؟ ما كان هيطلب قبله وتعدي. عجبك اللي احنا فيه ده؟ انا بعد ده هروح اقعد معاه هناك مع الجواري. يعني في اللي هو عايزه. ما قلت لك مش هعرف اعمل حاجه. انت هتقعد تندهيني من بطنك. أنا لم أقل شيئا. الأصوات قادمة من بعيد. الاصوات قادمه من بعيد؟ ده مسلسل ده ولا ايه؟ يا نهار ازرق، انت كنت عايز تبوس كل دول ولا ايه؟ لا تخافوا فانتم في حمايتي. ماذا تريدون يا قوم؟ نحن في مصيبة ولن ينقذنا منها إلا اللمبي. أجل، ولن ينقذنا إلا هذا الشاعر العظيم. ايوه النشاعر. انا هو بنشعر في قصايد بينا محترمينها. شاعر عظيم؟ هذا العبد الحقير لا يقوى على حماية بعوضة. هناك قاطع طريق يسمى الأشرم، ولن يقدر عليه إلا عبدك يا زيدون. ولا يوجد حل إلا أن تفك وثاقه ليذهب لمقابلته بين الجبلين. وإذا لم أحل وثاقة؟ لا بقى هسن انت شويه بقى يا حاج زيتون. وحتى لو حللي وساقي انا ما اروحش اغرب نفسي انا واروح اتخانق في منطقه غير منطقتي. اروح اتضرب بين الجبلين ليه؟ ما انا واقف هنا اهو بتذل باحترامي. أنت لم تخلق للعذاب يا لمبي. مين ولادي؟ أجل، فأنت خير الرجال. عايزه يا بت؟ إني أشعر بالغيرة عليك يا لمبي. انه النساء ميصات. اعطوني قبله. لمبي، لا يوجد أمامك خيار آخر يا زيدون. إما أن تحل وثاقة أو سنقاطع تجارتك ولن نحمي قوافلك. نحن مضطرون لذلك يا زيدون. فيما تفكر يا رجل؟ حل وثاقة. لقد حطك في منزق. إذا
قضي الأمر. حل وثاقة. هذا يا جثوث يا جثوث، لماذا هذا الخساسة؟ كنت ماشي جنب الجبل من شوية. ها؟ لو كنت اعترضت لكانوا ربطوني في النخلة التالية، لكني رجل ضعيف وفقير أمشي بجانب الجبل. لمبي أغثني يا لمبي. انا ايه يا بنت؟ هو انت هتقعدي تموضيها كل شويه؟ الله، ما انا جنبك اهو. الآن نريدك أن تذهب للقاء الأشرم بين الجبلين. ونروح اشرب بين الجبلين ليه؟ هو جاب لي الميه ونزلها قدام بقي وقعدت انا اطلع لساني عشان اشرب انا والبنت، وهو ما سالش فيا وخد الميه وراح بعيد. اروح انا اشرب من الجبلين ليه؟ يجب أن تذهب له حيث ينصب في خاخه. يا عم ينفخ في خده زي ما ينفخ في خده، وانا يعني يهمني ايه ينفخ في خده؟ بس انا لو هعمل كده يبقى انا بقى ليا اذا شروط. سحقا سحقا، أصبح للعبد شروط. الشرط الاول اشرب ميه. أسقي يا سيد زيدون. لقد قال لك العفريت اسقيه، هذا العفريت الساحر. هات الماء. لمبي أغثني يا لمبي. بس ايه ده؟ جمله منيله اللي حفظوها لي. هل من طلبات أخرى؟ أجل، أنا عايز أريد أن يعتقنا أنا وهندودة. موافقون. وأنا جدك يا لمبي. الآن شدي، والأول كنت تمشي بجانب الحيط. اجعلهم يعتقونني وسأدلك على مكان الكنز. حقيقة اوعى تكذب. ها؟ حقيقة؟ خلاص، وأريد أن أعتق هريسة. موافقون. ويعطوني السيف. موافقون. وأريد الحمار. موافقون. وأريد الترانيل. موافقون. وشعب بورتو مارينا. موافقون. وما هي البورتو مارينا؟ مزرعة للبط. مزرعة في بط في أغوار الصحراء جوه. وأنا عايز أسألك سؤال يا عم هريسة، هو أنت ليه لما بتشوف خلقة اللي جابه أمي يعني بترسم على وشك علامة استفهام وتقعد تسأل؟ فأنت ليه بقى؟ أنت موجود ولا مشيت؟ ها إيه السحرة دي كلها؟ ها؟ ده الواحد لو خد له هنا بتاع قيرتين ثلاثة كده ويسقعهم يجي بتاع 1500 سنة كده لحد ما يخش كردون مباني، هتجيب ملالين. والله. واحتمال تتعمل كيمباوند، تتعمل فيها كيمباوند. هما فين قطاع الطرق اللي بيتكلموا عليهم دول شمال يا نضار؟ يا قطاع شمالك أيها الأشوح، شمالك أيها الأشوح. مع السلامة عليكم. عمت صباحا يا ولدي. الله يخليك. ماذا تريد؟ والله أنا كنت أريد إن أنا أذهب لبين الجبلين. ولكن ما الذي يدفعك للذهاب إلى هذا المكان الموحش؟ يا حاج أرجوك أتوسل إليك. أنا جاي على الحمار ومتمخبط في قلب الصحراء ومطبط وشمس وقرف، فقول لي بقى بالراحة كده عشان خاطر أنت كمان نفس داخل ويا عالم هيرجع تاني النفس ده تاني ولا لأ؟ قول لي فين بين الجبلين. لهجتك غريبة، تحلى بالصبر يا ولدي، فمن واجبي أن أحذرك. يا سيدي متشكرين على التحذير، بس أنت قول لي. أنا عندما كنت في مثل عمرك كنت أحد أكبر سافك الدماء في الحجاز كله. لو بصراحة باين عليك إن الخربشة والحركات اوعى. لقد تبت عن الأعمال الإجرامية منذ 10 سنوات. لا بجد؟ طب وانت بتشتغل ايه دلوقتي؟ لقد قمت بفتح متجر صغير لوأد البنات. ايه وأد البنات ده؟ نقوم بدفن البنات الصغار وهم أحياء لأنهم عار علينا. يا سلام على التقوى والورع. لا والله كلك بركة يا حاج، كلك بركة. مش عارف اقول لك ايه. ان شاء الله كده باذن الله ربنا يكرمني واخلف كتكوتة صغيرة اتي بيها ليك عشان خاطر تدفنها.
قول لي ابوس ايدك، انا اروح كيف هونيك عند الجبلين؟ كيف فاينة؟ إنك تأذي يا رجل وتثرثر. يا عم انا اللي مصرصر، ده انتوا اللي مصرصرين، ده انتوا مخلصين على الصراصير اللي في الجبل كلها. قول لي ابوس ايدك اذا كنت انت موجود وكائن حي قدامي، واذا كان في بني ادم يعني، كيف اذهب هنيك عند الجبلين؟ إنني أعلم جيدا إنك لن تلاقي هناك غير أعتى المجرمين، ولذلك يجب علي أن أحذرك. يا سيدي متشكرين على التحذير، متشكرين على التحذير. قول لي انا اذهب هنيك، اذهب هنيك بين الجبلين، كيفك؟ ما دمت مصر ايوه سوف تسير في هذا الاتجاه مسيرة يومين، ايوه ثم تنحرف يمينا، ايوه ثم يسارا، ايوه ثم يمينا، ايوه ثم يسارا، ايوه ثم إلى أعلى، ثم إلى أسفل، ثم يمينا، ثم يسارا، ثم إلى أعلى، زي بني ادمين كده، ثم إلى أسفل. وهناك سوف تجد رجلا يدلك على المكان. والله لولا ان انت بابا بس، ولولا ان انت راجل كبير هحطك كده عليه واقعد اعملك كده حاوي. اجري يلا، اجري خش جوه يلا. لهجتك غريبة، يلا يا جدعان، لهجتك غريبة يا رجل، لهجتك غريبة، لهجتك غريبة، حفظك الله. عماه مصيبة يا عماه. ماذا حدث يا هندو؟ هل حدث مكروه للمبي؟ وأنا مرة بالصدفة على السوق قابلت جارية كليبة، وعلمت منها أن كليبة وزيدون اتفقا سويا للانتقام من اللمبي، وأرسلوا للأشرم من يخبره بقدومه ليأخذ حذره. حفظتك الآلهة يا لمبي. لا تقلق يا هندو، فقد يستطيع اللمبي أن يتغلب على الأشرم ورجاله. إذا نجا اللمبي من قبضة الأشرم فلن ينجو بأي حال من الأحوال من الرمال المتحركة. وألمباه قتلوك غدرا يا حبة القلب، ألقوا بك في شر الطريق. والله لن أحب غيرك يا لمبي، فلو قطعوني إربا إربا قلبي ما يريد غيرك يا ابن العم.